بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أنا وعدتكم ووفيت بوعدي اهو. هوت شوكليت باودر، ده هوت شوكليت عاملاه في البيت. الهوت شوكليت الباودر هخليكي تعمليه في البيت، بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش سبسكرايب، لايك، شير. وبشكركم جدا 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 على الكومنتات اللي بتكتبوها لي. فعلا كومنتاتكم بتفرحني جدا وبتشجعني ان اقدم لكم مزيد ومزيد. ويلا بينا عشان نشوف اتعمل ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أنا معايا 5 كوبايات ومعلقتين. أول كوباية معايا ده كاكاو خام أسباني. أنضف أنواع الكاكاو الخام هو الكاكاو الخام الأسباني. ودي شوكولاتة خام مبشورة. ممكن تجيبي الشوكولاتة الشيبس الصغيرة، بس أنا جبت قالب شوكولاتة خام وبشرتها. هوريها لك اهي. أيوة، القالب كان كده وبشرته بالقشارة بتاعة البطاطس. شايفة قشارة البطاطس دي؟ قشرتها بيها بالطريقة دي كده. هوريك اهي. باجي عند السن كده، عند الطرف، وقشر كده بقشرة البطاطس. اهي بصي هتطلع معايا ازاي بالطريقة دي كده. القالب ده كان قده مرتين 8 كيلو، يعني مش مكلفة جدا. بصي موفرة جدا ومش مكلفة خالص. وده كوباية لبن بودر كامل الدسم. ودي كوباية كريم شانتيه خام. ودي كوباية سكر بودرة طحناها في مطحنة الخلاط. كوباية سكر بودرة. ودي معلقتين كبار مليانين نشا، بس علشان دي كوباية قهوة فجاية نصها. بص أنا بوريك الفرق بين الكوباية دي والكوباية دي كوباية صغيرة، كوباية قهوة، لكن هما معلقتين كبار مليانين. معلقة دي اللي أنا ماسكاها في إيدي دي مليانة، معلقتين مليانين من النشا. هنجيب طبق وهفضي بقى المكونات بتاعتي دي. ادي الكاكاو الخام، وادي الشوكولات الخام، وادي اللبن بودر، وده الكريم شانتيه الخام، وده السكر البودر، وادي النشا. طب ايه لازمة النشا معايا في الوصفة دي؟ النشا هيعمل للمشروب بتاعي شخصية، ما يخليهوش زي ما بيقولوا كده صايص، لا هيخلي ليه قوام. معلقتين النشا دول هيخلي ليه قوام. وشوية فانيليا صغيرين، دي عشان فانيليا خام انا هحط حبة صغيرين. انت هتجيبي بواكي حطي باك وحطي باكوين براحتك. الفانيليا بس عشان تدي ريحة حلوة. وهقلب بقى كل ده مع بعض واخليه يمتزج مع بعضه كويس جدا. مش عايزة يكون حتة بيضة وحتة غامقة، عايزة كله يبقى زي بعضه بالطريقة دي كده. بصي كله بقى لون واحد ازاي. القطع الغامقة دي قطع الشوكولات الخام اللي انا بشراها. اجيب بقى برطمان كده يكون ناشف، او كيس تلاجة او علبة، المهم يكون ناشف ومحكم الغلق، وهعبي فيه البودر اللي انا عملته ده. البرطمان ده على فكرة مش صغير برضو، بسم الله ما شاء الله البرطمان كبير. بصي ما شاء الله الكمية قد ايه، وهيتبقى في الطبق كمان. اهو بصي ملا البرطمان معايا، ومتبقي كمان في الطبق. وما كلفنيش برضو، التكلفة مش جامدة. يعني انا عايزة اقولك انا جبت تمن
كاكاو خام خدت يعتبر أقل من نصه. جبت تمن، كريم شانتيه خدت منه للسحلب، وخدت منه للهوت شوكليت، ومتبقي كمان عندي، يعني مش مكلف خالص. هنا اللي اتبقى اهو، بصي كمان يعني انا هعمل كوبايتين وبرضو لسه متبقي. عامله لكل كوبايه معلقه كبيره مليانه. لو انت حباه اتقل من كده حطي معلقه ونص لكل كوبايه. انا بحبه معقول زي ما شفتيه كده في الاول، بحبه معقول، فعشان كده حاطه معلقه مليانه لكل كوبايه. والسكر حسب الرغبه، مالكيش دعوه بالسكر اللي حطيناه في الاول. وده لبن، انا عشان هعمل كوبايتين هحط كوبايتين لبن. انتي برضو حابه تحطي نص لبن ونص ميه حطي، احنا كده كده حاطين لبن بودر، فبراحتك. في ناس ما بتحبش اللبن بزياده، فعادي حطي نص ميه ونص لبن. على البارد لسه ما ولعتش اهو البوتاجاز، هقلبه كويس وادوب المكونات بتاعتي دي كويس على البارد. وبعدين على النار اقلب برضو شويه وهو على النار. هتعامل معاه معامله القهوه، زي ما بعمل القهوه بقلبها على البارد الاول، وبعدين على النار بقلبها شويه، وبعدين اسيبها تفور ما اقلبهاش تاني. نفس الوضع، بتعامل مع الهوت شوكليت معامله القهوه عشان تشربي احلى كوبايه هوت شوكليت. انا قلبتها اهو ده، واتاكدت ان كل المكونات دابت معايا في اللبن. هسيبها بقى كده لما تفور زي القهوه بالظبط. اهي بصي هتبقى ازاي. انت حابه الوش ده يبقى اكتر من كده ويبقى وش زي وش القهوه كده تقيل، حطي معلقه ونص لكل كوبايه. انا بالنسبه لي كويسه، بالنسبه لي قوي كده. بالظبط كده زي ما بنعمل في القهوه، بنشيلها ونحطها تاني وبعد كده بطفي عليها. يلا بقى نصب الكوبايات. اما تيجي تصبيه برضو زي معاملة القهوة، ما تصبيش الكوباية كلها مرة واحدة، هينزل الوش في كوباية واحدة، هتلاقي الكوباية التانية ما فيهاش وش. لا، الوش صبي جزء منه هنا وجزء منه في الكوباية التانية، وبعد كده كملي صب براحتك. لو صبيتي الكوباية على بعض هتلاقي كوباية فيها وش وكوباية ما فيهاش وش. بالظبط. هو الوش بتاعه مش تقيل برضو، انا مش حابه وش تقيل يعني، بس برضو اهو في وش، فما تبقاش كوبايه فيها وش كله وكوبايه ما فيهاش وش خالص. اتعاملي معاه معامله القهوه بالظبط. بمنديل مطبخ كده بقى هنمسح الكوبايات ونمسح الصينيه بالظبط كده. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ ما تنسينيش سبسكرايب، لايك، شير، وجربيه واكتبي لي في الكومنتات عملتي ايه، واكيد من ايدك هيبقى احلى. وبشكركم تاني على كومنتاتكم اللي بتكتبوها لي. ربنا دايما يجعلكم نعمة في حياتي يا رب، ويديمكم نعمة في حياتي. واقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.